يا مروي سلام حلم الأيام أو طل الليلة وقبل الغد. سلامات سلامات يا سد، مشروع إنجاز وإعجاز ممتد. يا مروي سلام حلم الأيام أهو طل الليلة وقبل الغد. قوم غني معاي للزمن الجاي، لريسك جاي لنور ضواي. أهو طل الليلة وقبل الغد. ثروة أسماك وملاحة هناك، أعلى الخزان وحماية أكيد من الفيضان. أهو طل الليلة وقبل الغد. مساحة تزيد نزرع ونفيد هذا السودان. 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 سلامات سلامات يا سد، مشروع إنجاز وإعجاز ممتد. يا مروي سلام حلم الأيام أهو طل الليلة وقبل الغد. يا مروي سلام حلم الأيام أهو طل الليلة وقبل الغد. يا مروي سلام حلم الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه دعوة منا لكم لنتابع هذا العدد الجديد من مجلتكم مجلة سد مروي. مرحبا. في صورة الغلاف لهذا العدد بشائر الخير تتوالى تباعا من مدن المناصير الجديدة، وذلك باستقبال أول مولود لها. وفي 8 أبريل 2007 احتفلت وحدة تنفيذ السدود بتدشين التشغيل التجريبي لمشروع المناصير الجديد الزراعي موقع إعادة توطين المناصير. بعد رحلة طويلة مليئة بخطوات العمل الإداري والإجرائي وترتيب الأشياء استعدادا لرحلة العمر، استقبلت مدن المناصير الجديدة بالبشر والترحاب والسعة أهالي منطقة المناصير المجموعة الثالثة والأخيرة من متأثري مشروع سد مروي، حيث بدأ العمل بنشر كشوفات الإحصاء والاستئناف وصرف التعويضات، ومن ثم الارتحال والانتقال إلى الحياة الجديدة. فمشروع المناصير الجديد الزراعي يقع في ولاية نهر النيل محلية الدامر شرق مدينة الدامر، يحده جنوبا مشروع جانديل، وغربا مشروع الحصايا للإنتاج الزراعي، وشمالا مشروع الأمن الغذائي الدامر، وشرقا المشروع الأردني. وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 60,000 فدان. وتتكون الأعمال الميكانيكية من محطة رئيسية بعدد 8 طلمبات بتصريف 5 متر مكعب ثانية، ومحطة داعمة بعدد 8 طلمبات وبتصريف 5 متر مكعب في الثانية، وتعمل جميعها بالكهرباء. وقد بلغت الكلفة الكلية للمشروع 40 مليون دولار، ويحتوي المشروع على 6 مدن جهزت بكافة الخدمات الصحية والأكاديمية والاجتماعية، ومدت بخدمات الكهرباء والماء. والآن بدأت الحياة تدب في أوصال المدن الجديدة بوصول القادمين من أهالي المناصير، وتهيأ المزارعون للموسم الزراعي الجديد بعد استلام حواشاتهم ومستلزمات العمل الزراعي. اللهم آمين.
طلبنا جميعا أن نتماسك وأن نضع يدينا فوق بعض وأن نفوت كل أي فرصة لكل من يريد أن يدخل بيننا ويريد أن يفرغنا نحن كمرأة خاصة. والمكابرة بشيء عجيب، 6 فدان والبيت نظيف وترعى زي البحر العماري ونور شارع ينشاب بعيد وبعد ده بدخل دول الخليج. حلمي واعد بجري واعد نهضة في مشروع زراعي والمدينة مع قراها عمرة بينا سوبناها المناصر في رحيلة سكة الوعد الأصيل والمكابرة بوعدي أخضر وباب على الدنيا الجميلة خطوة بأشواق وليدة مشي لأيام سعيدة حلمي واعد بجري واعد نهضة في مشروع زراعي والمدينة مع قراها عمرة بينا سوبناها المناصر في رحيلة سكة الوعد الأصيل والمكابرة بوعدي أخضر وباب على الدنيا الجميلة. بذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مجلتكم مجلة سد مروي. أحييكم والفريق العامل. لمزيد من الاطلاع يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت www.marawidam.gov.sd.